السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، وبعد. انقضى العام 2023 مشى بخير وشره، وأتى عام جديد 2024. نسأل الله أن يجعل خير وبركة على السودان، وإن شاء الله بإذن الله ربنا نسأل الله أن يوقف هذه الحرب الملعونة ويحفظ ما تبقى من السودان وشعب السودان. والعار للكيزان إن شاء الله بإذن الله تعالى. العام 24 إن شاء الله يكون خير على السودان، وإن شاء الله يكون نهاية الكيزان في السودان بإذن الله، نهاية الكيزان في السودان وإلى الأبد إن شاء الله بإذن الله تعالى. هنا العام 24 إن شاء الله ربنا يجعله خير وبركة على السودان، وإن شاء الله يعني بإذن الله تعالى ربنا يجعله خير وبركة على السودان. للأسف الكيزان ختموا هذا العام، بنهاية العام ختموه بمجازر دموية في نيالا. فلول الكيزان اللعنة الملعونين ضربوا الأبرياء في نيالا، قتلوا الأبرياء في نيالا، قتلوهم عن قصد بالله. شوف الناس الموقف والله ديل، أعوذ بالله. شوف الناس الدمويين ديل عن قصد، يعني رموا براميل متفجرة في أحياء سكنية، يعني قاصدين، يعني مقصود يعني قاصد تقتل الأطفال والنساء والشيوخ وتدمر البيوت الناس. بالله شوف العقلية المجرمة دي، العقلية الدموية دي. الكيزان لعنة كبيرة، الكيزان أعوذ بالله. لكن بإذن الله تعالى العام 24 يكون نهايتهم إن شاء الله في السودان، وربنا يخلص الشعب السوداني منهم وإلى الأبد إن شاء الله بإذن الله تعالى. والله بإذن الله إن شاء الله العام الجديد نستبشر خير، وبإذن الله يكون نهاية الكيزان في السودان بإذن الله إن شاء الله. اللهم صل على الرسول. الكيزان طبعا الكيزان طبعا يعني هسه حاليا كمان يعني بيهيئوا في أوضاع جهنمية للسودان، بحرضوا في الشعب السوداني وجيش، بعض الجيش والشعب السوداني، بعض الشعب السوداني حقيقة سلحوهم عن طريقة هنا بطريقة بتاع قبلية وجهوية. يعني سلحوا فقط الناس بتاع الشمال، بتاع نهر النيل العظيم، لأنه نهر النيل دي هي وكر الكيزان بالمناسبة. نهر النيل دي هي الوكر الكبير بتاع الكيزان. يعني نهر النيل دي شفتها من يمين شندي، وانت بس المثلث ده بتاع شندي معري وعطبرة مروي ده المجموعة المجرمة اللي كانت مسيطرة على السودان 30 سنة الفاهم بتاع حكم الكيزان. يعني أذاقوا الشعب السوداني أمرين، وقتلوا الشعب السوداني حروب امتدت من الجنوب للنيل الأزرق للشرق لدارفور. يعني في عهدهم المظلم 30 سنة الحرب عمت كل السودان، حتى الخرطوم نفسها يعني جاءت عملية الزراعة الطويل بتاعت خليل إبراهيم. وبعد ذاك ثاني الانتفاضة بتاعت 2013 اللي هي قتلوا فيها عدد كبير جدا من الشعب السوداني. الكيزان بدم بارد سلطوا عليهم وقتلوهم هناك، ممكن قتلوا هم اللي اعترفوا ب200، لكن اساسا العدد المقتول في 2013 كثير جدا، يمكن يكون بالآلاف. هؤلاء ناس لا يخافوا الله، أعوذ بالله. عموما إن شاء الله بإذن الله هذا العام الجديد 2024 بإذن الله نهاية الكيزان في السودان بإذن الله تعالى. ربنا يسلط عليهم وإن شاء الله ربنا لا عادوا على السودان، هم ناس شوم، أعوذ بالله. 30 سنة كانت من الظلم والإهانة وإذلال للشعب السوداني، وكانت يعني عزلوا السودان من كل العالم، خلقوا مشاكل مع كل العالم، وعزلوا السودان مع كل العالم، وفرضوا يعني بسببهم يعني العالم كله فرض عقوبات على السودان، ويعني شوهوا صورة السودان وشوهوا سمعة السودان، ويعني سبحان الله الكيزان أعوذ بالله شر متحرك. نسأل الله السلامة بإذن الله تعالى. 24 يكون نهايتهم بإذن الله، نهايتهم إلى الأبد إن شاء الله بإذن الله تعالى. إن شاء الله نسأل الله أن يعني ربنا يخلص السودان منهم ومن شرورهم بإذن الله تعالى. يعني هؤلاء ناس شر. الآن هسه حاليا يعني بزرعوا في فتنة، بذرة بتاعت حرب أهلية، حرضوا يعني سلحوا قبائل وسلحوا مجموعات معينة من الشعب السوداني تسليح قبلي جهوي.
يعني سبحان الله، حتى المستنفرين بتاعين الجزيرة رفضوا يسلحوهم، لأنه غالبيتهم يعني عدد كبير جدا منهم من الكنابل في الجزيرة دي، وكلهم طبعا الكنابل دي أصولهم ناس الغرب، عشان كده ما يعني رفضوا يسلحوهم. وللأسف يعني بطريقة غير أخلاقية خلوهم، يعني جابوهم خدتهم بدون سلاح، خدتهم في وش المدفع، وهنا يعملوهم دروع بشرية. وذلك هربوا ناس الغدا الكبار، الضباط الكبار، وهم ذاتهم شماليين، ناس ما بعرف أحمد الطيب مين، هربوا سبحان الله، هربوا خلوا ديل بدون ما ينوروا هنا ويخلوهم في المجزرة. أعوذ بالله أعوذ بالله، ناس كده، ناس يعني الكيزان لعنة كبيرة. لكن عموما بإذن الله تعالى، بإذن الله العام الجديد هذا 2024 بإذن الله نهايته وإلى الأبد إن شاء الله بإذن الله، وربنا يخلص السودان منه ومن شرورهم بإذن الله. وإن شاء الله بإذن الله تعالى يعني بعد الحرب ده تقيف إن شاء الله، وبعد على الأقل تكون السودان يكون يعني على الأقل يخلص من الكيزان ديل، والحرب تقيف إن شاء الله، والسودان إن شاء الله ينهض المارد من جديد، وإن شاء الله بإذن الله حيكون في مصاف الدول المتقدمة، وحيكون في سلام على الأقل، حيكون في سودان نظيف، السودان يعني يتوحدوا ناسه من جديد وأهله من جديد، وسودان واحد يسع الجميع. ما في حاجة اسمها انفصال. الأطراف اللي بتتكلم عن الانفصال والعنصريين بتاع البحر والنهر والكلام الفارغ ده كله كلام فارغ، ده كله حيتكنس مع الكيزان بإذن الله تعالى. والسودان إن شاء الله حيكون وطن واحد يسع الجميع، وحيكون في حرية وسلام وعدالة أهم شيء. بعدين في ناس هسه بيقولوا، طبعا في ناس بيقولوا أنه والله يعني بيقولوا الدعم السريع ذاته فوقه فلول، وانتم بتحاربوا فلول ما تعرف شنو. يا اخي الناس ده انتم ما افهموا يا بشر. الشعب السوداني الدعم السريع، والشعب السوداني الحر المحب للديمقراطيه والحريه والسلام والعداله ما عنده مشكله مع الفلول مع التغيير. الفلول مع التغيير، الناس مع التغيير، الفلول كان جزء منهم كانوا في المؤتمر الوطني ولا غيره، وجزء وطبعا في جماعه ناس المؤتمر الشعبي ده، الناس يعني مجموعه كبيره منهم جاء اساسا شاركوا في الثوره، وهم اساسا محبين للتغيير مع التغيير ومع العمليه السياسيه اللي كانت موجوده. لكن وهنا فالفلول مع التغيير المؤيدين للتغيير ده اساسا الشعب السوداني ما عندهم مشكله، والشعب والدعم السريع ما عندهم معه مشكله، لان الدعم السريع هدفه يعني تثبيت ارجاع يعني تثبيت هنا الرجوع السوداني للحكم المدني الديمقراطي، ونشر السلام والحريه والعداله في السودان، وإقامة سودان جديد يسع كل الناس باحترام، بكل احترام وبكل عدالة بكل هنا. هذا الهدف السودان، هدف السودان وهدف الدعم السريع. واي زول كمان الفلول نفسهم، الفلول المؤيد للتغيير المؤيد للخطه مع الشعب الدعم السوداني ما عنده مشكله، ينضم عادي ويواصل، وده مرحب به وما مشكله. الشعب السوداني الحر والدعم السريع ضد الفلول المجرمين الدايرين يرجعون لعهد الظلام، عهد ال30 سنه بتاعهم، اللي هو ذاته عهد ال30 سنه ده امتداد لدوله 56 الظالمه، الدوله اللي يعني استلطت على السودان طول طيله الفتره دي، طيله السنين بتاعت بعد الاستغلال. هؤلاء ديل الدعم السريع ضدهم والى الابد، وان شاء الله حيكنسهم في العام 24 ده باذن الله تعالى. ما في كلام ده ان شاء الله باذن الله. لانه ديل الفلول، هو ناس كرتي وناس عبد الله وناس باسط حمزه ومعارف المجموعه بتاعت الكيزان كبار المجرمين، الكيزان اللي هربوا من سجن كوبر، اللي بيخططوا من برا، وجماعه ناس جازولي وناس ما تعرف مين، انس عمر، المجموعات الحرب مستمره هي وصلت على قرار الجيش، وصلت على الجيش عشان تمشي في خطوهم. وهسه حاليا بعد ما فشلوا دارين يجروا الشعب السوداني كله للحرب الاهليه. شوف الناس اللي عندهم اخلاق دي، يعني الان يعني جيش الشعب بطريقه قبليه جهويه. اعوذ بالله ناس شر. لكن عموما باذن الله هذا العام الجديد عام 2024 ان شاء الله حيكون نهايتهم في السودان باذن الله، نهايتهم والى الابد ان شاء الله باذن الله، والى الابد ان شاء الله. نسال الله انه ربنا يخلص الشعب السوداني من هؤلاء الكيزان، ونسال الله انه العام الجديد 2024 يكون عام خير وبركه على السودان، عام سلام، ويعم الخير والسلام على السودان، تقف هذه الحرب اللعينه، ويرجع السودان ان شاء الله وينهض من جديد باذن الله تعالى. والكيزان ان شاء الله الى كيزان وبلابستهم وغيرهم الى مزبله التاريخ. الكيزان وغيرهم من الجماعه الداعمين في اتجاه عشان يرجعوا الحكم الاستبدادي، دول كلهم الى مزبله التاريخ وغيرهم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وعام سعيد على السودان ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم.